سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم، الف اهلين وسهلين في المطبخ، مطبخكم كيما كل يوم. اليوم جيت وحبيت نشارك معكم وصفة لي بتي فور اقتصاديين بالزيت، يعني يجوا بزاف بزاف بنان ويجوا بزاف هايلين. وصفة ناجحة 100% بكل تفاصيل بكل الخطوات تاعها. يعني تبعوا الفيديو للاخر، راح نعطيكم اسرار نجاح لي بتي فور تاع الزيت تاع اليوم، كيفاش يجونا بطريقة رائعة. نبداو في المقادير، في طريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. وش عندنا فيهم لي بتي فور تاعنا اليوم تاع الزيت؟ عندنا فيهم 350 غرام تاع الفارينة، ما راحش نديروها كامل، نقصها مغرف. دوك تشوفوا معايا كيفاش ديروا الفارينة. عندنا 3 حبات بيض كاملين مع صفار حبة بيض. عندنا كاس مايزينا ما يعادل 100 غرام، انا الكاس اللي كيلت به اليوم يرفد 100 غرام. عندنا 100 مليلتر تاع الزيت. عندنا زوج مغارف تاع قهوة لافاني. عندنا عطر الزبدة، يعني اختياري، اللي حبت تدير واللي ما حبتش دير ما ديرش، بصح واحد يعطي نكهة هايلة. عندنا مغرفة تاع اللحظة ومغرفة تاع العسل. دوك نعطي لكم المقادير، نعاود لكم المقادير ومام رانا نخدموا فيه. نديرو 3 حبات تاع البيض تاعنا في الاناء. الاول حاجه تكون ناشف، كيما راح نطلعوا لا جينواز، يعني هذه كسر من اسرار النجاح لبتيفو. الاناء اللي نخدموا فيه يكون ناشف، ما يكونش فيه ولا قطره تاع الماء. نديرو فيه 3 حبات تاع البيض كاملين مع صفار حبه تاع البيض مع قرصه تاع الملح. هذه الخطوه الاولى. نروح ندربو شويه بالباتور. دوك تشوفوا معايا الطريقه. ندربوه واحد الخمس دقائق فقط باش نضيفو الزيت تاعنا. علاش باش نضيفو ما نديروش عفوا، باش نديرو السكر تاعنا 100 غرام تاع السكر، يعني كلش كينا 100 غرام. كي ندربو شويه تاع البيض باش نروحو نديرو هداك السكر تاعنا 100 غرام. نديروه بالعقل، يعني باش ما يتحرقناش هداك البيض، باش العمليه تاعو يطلع عنا مليح كيما نطلعو لا جينواز تاعنا. هاكا نديرو البيض، راني ندرب فيه ودرت له القرصه تاع الملح. كي ندربوه شويه نروحو نديرو هداك السكر بالعقل، يعني نديرو يعني شويه بشويه باش ما يتحرقناش هداك البيض ويكمل يطلع عنا البيض تاعنا مليح. ها كان كلش نديروه بالعقل. 100 غرام قلنا تاع السكر، سكر العادي، سكر المائدة، يعني سكر حرش نورمال. نبداو نطلعو فيه مع هداك البيض، نطلعوه ما نحبسوش كامل حتى نتحصلوا على اون كريم بيضه. دوك تشوف معايا لا كريم بيضه اللي نتحصلوا عليها. واللي حبت دير في البيت خدير، واللي حبت تخدم بيدها يعني لازم تكون عندها لا فارس، يعني القوه باش تخدم هداك البيض وهداك السكر. لازم تخدمهم مليح بالفوي. لا خدمت باليد ولا خدمت بالباطن راح ينقص عليها التعب، واكيد بالبيتخا اكتر واكتر. ندربوهم مليح. شوفوا الخليط هنا كي بدا راهو يبدا يبيض لنا الخليط تاعنا. انا هنايا شوفوا كيفاش بيض لي الخليط، قلت لكم كيما طلعوا لا جينواز تماما. ومن بعد باش نروحوا نجيبوا هذيك 100 مليلتر تاع الزيت العاديه، زيت المائده. هذيك الزيت نضيفوها بالعقل قطره بقطره، كيما نخلطوا لا مايونيز تاعنا، يعني نديروا بالعقل قطره بقطره باش هذاك الخليط يعني ما نكسروهش. هكا. هنا راح ندير تانيك زوج مغارف ولا مغرف ونص تاع عطر الفانيليا. هنا قلت لكم ندير الفانيليا وندير عطر الزبدة. هنا دوك نديرو الزيت تاعنا. بعد ما حبسنا الخلاط الكهربائي راح نضيفو هذوك القطرات تاع عطر الزبدة. اللي ما عندهاش ما تضيفش، بصح من الأحسن تضيفوها، راح تعطي لكم الجود تاعها شباب وتجي بزاف بنينة. هكا. ودرنا لافاني تاعنا، قلنا مغرف زوج مغارف تاع القهوة تاع لافاني عطر الفانيليا. من بعد نديرو الزيت تاعنا كشغل رانا نطلعو في لا مايونيز، نديروها قطره بقطره حتى يعني قطره بقطره، وحنا رانا نحركو في الخلاط تاعنا، ما نوقفوش تحرك نهائيا. هكا. شوفوا كيفاش، يعني الطريقه راهي تبان في الصوره حتى يطلع لنا مليح. من بعد نحبسو، يعني هاد المرحله ما نقعدوش نخلطوه بزاف، يعني قسما نديرو الزيت تاعنا نزيدو موراها ثانيه زوج ثواني نطفيو، ما نقعدوش ندربو فيه ونهبطو في الخليط تاعنا. من بعد نزيدو مغرفه مليحه تاع اللحظه ومغرفه مليحه تاع العسل. العسل لازم يكون يعني قاطع، يعني تاع البيع، ما يكونش خفيف تاع الدار. لازم العسيله تكون عاقده، ممكن تخدموها في الدار لازم العسيله نتحصلوا عليها عاقده. العسيلة والحليب راح يعطينا الإحمرار، العسل راح يعطينا الإحمرار، والحليب راح يعطينا الطراوة في البتي فور تاعنا. هذا هو السر تاع الحليب والسر تاع العسل.
هكا بعد ما دربناهم مليح نروحو نبداو نضيفو في النواشف. النواشف واش عندنا؟ 100 غرام. قلنا الكاس تاعي انا يرفد 100 غرام. 100 غرام مايزينا. 100 غرام مايزينا. ودرنا لها تانيك نص مغرف تكون معمرة تاع قهوة خميرة الحلويات. ها نص مغرفة تاع قهوة قهوة خميرة الحلويات. ندير نخلطو كلش مع بعض، ويعني ونخلطو بيدينا، ما نحبسو. وقفت الخلاط الكهربائي راح نلمها غير باليد، ماشي باليد يعني بهاد قلت لكم البنات نخلطوها هكا. انا شوفوا انا الكاس تاعي يعني يرفد 100 مليلتر. عمرت 3 كيسان تاع الفارينة، 3 كيسان ونص، يعني 350 غرام. نديروهم بالعقل، يعني الكاس الاول الكاس الثاني نضيفوهم عادي، الكاس الثالث يعني نبقاو نضيفو فيه بالعقل هو والنص كاس اللي موراه. علاش نضيفوهم بالعقل؟ باش نشوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه. كاين فارينه اللي تشرب، كاينه فارينه اللي ما تشربش. كان نديروا الفارينه يعني كتر من الحد تاعها راح تجينا ثقيله، وما نقدروش نخرجوها في لاباش، يعني تجينا العمليه ثقيله. وهنايا ما حبيتش نقطع لكم الفيديو، يعني هنا ما حبيتش نحذف هذه المقاطع، يعني ما حبيتش نزرب فيهم، باش تشوفوا معايا طريقه يعني كامله باش كي ديروها يعني ينجح لكم هذا البتي فور، ينجح لكم 100% يعني. هاكا شوفوا كي تبداو تخلطوا في الفارينه، نخلطوها مليح. ولا حبيتو ديروا بالبيتخا يعني كانت عندكم تحكموا هذاك الكالي في البيتخا، ديروا الفارينه وتبداو تدوروا به يعني عادي بلا ما بالبيتخا يعني تلم لكم العجينه يعني بلا ما تخدموها بيدكم هكا. نبقاو نخلطوا. انا راني ندخل هنايا في الفارينه، ندخلوها غير بالعقل حتى نتحصلوا على الخليط تاعنا ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل بزاف، يعني يكون مواين. دوك تشوفوا معايا الخطوات كامل، حطيتها لكم بالمقادير المضبوطه يعني باش تنجح لكم 100%. ولي زاستوس تبعوا كيما قلت لكم كيما شفتوا الفيديو، يعني تكملوا الفيديو راح تشوفوا الخطوات اللي درتهم فيه باش نجح لي هاد لي بتي فوق تاع الزيت، وراح يجي بنين. يعني كي يقعد لكم الغدوه من داك راح تطرى هذيك الحبه ويجي هايل. شوفوا كيفاش انني درت الكيسان الاولين تاع الفارينه تاعي. شوفوا هنايا مازالت العجينه خفيفه، هنايا مازالت تسحق فارينه. قلت لكم 350 غرام في هاد المقادير. تبقى لكم انا بقات لي منها مغرفه كابابل، هذيك المغرفه نتوما تكملوها الا كانت الفارينه تاعكم تشرب. والا ما كانتش تشرب يعني هذاك النص كاس دائما ديروه بالعقل. ال 50 غرام هذيك الاخرى ديروها بالعقل باش ما تيبسوش بزاف لاباط تاعكم. شوفوا هذا الكاس الثالث راني ندير فيه هكا بالعقل، يعني من الكاس الثالث تبداو ديروا بالعقل. شوفوا بالعقل ونبدا ندخل، ما نتقلقش على الفارينه. انا عطيت لكم المقادير مضبوطه يعني 350 غرام. مين نتوما ما تروحوش ديروا 350 غرام على مره ومن بعد تعشوا حاصلين تجيكم لاباط يابسه بزاف تحصلوا فيها. لا لا، نديروا 300 غرام على بعضها، وهذيك الخمسين غرام نروحو نديروها غير بالعقل. كيما انا في 300 غرام 200 غرام درتها عادي، 100 غرام بديت ندير فيها بالعقل. شوفوا، ولازم تخلطوا مليح باش ما يعني من التحت للفوق باش تجبدوا كامل هذيك لاباط، يعني ما تقعد لكمش يعني من التحت خفيفه ومن الفوق يابسه. لا لا، شوفوا كيفاش من التحت للفوق يعني نلموا كامل هذيك لاباط نجبدوها. شوفوا كيفاش هاي لاباط راهي هايله، راهي يعني شابه لاباط تاعنا، ومع انه راهي بالزيت. شوفوا كيفاش راهي ما يجوكم مزيتين ما يجوكم والو. هاد لي بتيفو يعني يجوا روعه. وندهنوهم، انا دهنتهم بالمعجون، نتوما تحبوا تدهنوهم بلا جولي يعني تلصقوهم بلا جولي ولا بالمعجون، نفضل بالمعجون. ونديروا لهم الشوكولا، وكل وحده كيفاش حبت تزين لي بتي فور تاعها. انا المهم نعطيكم الوصفه والمقادير المضبوطه وانتم تنوعوا فيها كيما تحبوا. شوفوا هنايا هاي بدات تنشف لي، هاي بدات تنشف لي لاباط. شوفوا كيفاش لاباط دوك نرفد شويه بيدي باش تشوفوا لاباط كيفاش تحصلت عليها. هنا ما حبيتش نزرب الفيديو، بالك الفيديو جاكم يعني طويل، مي الخطوات لازم نعطيها لكم خطوه بخطوه باش تعرفوا لاباط تاعكم كيفاش. شوفوا هنايا هاني نوري لكم، هاي بقات لي واحد المغرفه من 350 غرام تاع الفارينه كيما شفتوا معايا. هنا نرفد لكم شويه وتشوفوها معايا لاباط كيفاش جات، تجي الاستيكي يعني تجي. شوفوا كيفاش راهي تلصق، شوفوا لاباط راهي تلصق شويه. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. واللي خافت ما تخرج لهاش من لاباط، شوفوا انا تخرج لي عادي. تقدروا تزيدوا تنقصوا لها مغرفه واحده اخرى، يعني تخلوا زوج مغارف، زوج ملاعق تاع الاكل من 350 غرام تاع الفارينه.
انا يتخرج لي نورمال. شوفوا كيفاش يتخرج لي، يعني جاتني هذاك هو ممكن طابت لي وكامل جاتني مليحه. ديروهم طوال، ديروهم مدورين، ديروهم كيما حبيتوا لي بتي فوق تاوعكم. شوفوا كيفاش انا يعني درت الاشكال تاوعي هكا. وندخلهم يطيبوا، اكيد الفرن يكون سخون. نطيبوهم واحد 25 دقيقه حتى نص ساعه، يعني كل وحده على حساب الفوق تاعها. وكي تحمروا لي بتي فوق تاعكم من الفوق راح يعطي لهم الشكل بزاف شباب. وما تقولوش يعني يجوا ناشفين ولا لا لا، بالعكس كي تحمروهم من الفوق ودير لهم معجون وتعودوا تاكلوا فيهم يعني حيجوكم طرايه هاد لي بتي فوق. ما يجوش كامل يابسين، يعني يجوا بزاف بنان. شوفوا كيفاش درت الاشكال. دوك نروح نطيبهم هنا. بعد ما طيبتهم نشوفوا الحبه اللي تجي مع خوتها، يعني حبه مع حبه. لصقوهم بالمعجون. شوفوا هنايا هاني بديت نخرج فيهم. هذه الصينيه الدوزيام اللي حمرتها بزاف. الصينيه الاولى ما حمرتهاش بزاف، الصينيه تاعني الثانيه يعني حمرتها. ممكن تحمروهم راح يجوكم ناشفين من برا ومن الداخل يكونوا طرايه. هاكا نشوفوا الحبه اللي تساعد مع خوتها ولصقوهم اكيد بالمعجون. من بعد نجو نديرو لهم شوكولا، ودرت لهم انا فيرميسال. وانتم تحبوا ديروا الفيرميسال تحبوا تخلوهم غير بالشوكولا، كل واحد يعني هنا في التزيين تاعو يكون حر. هنا شوفوا كيفاش نلصق حبه مع حبه بالمعجون. نتمنى الوصفه تعجبكم، ونتمنى يعني تتبعوا الفيديو للاخر تدوا كامل النصائح تاع النجاح تاع لي بتيفو. كيفاش نطلعوا الزيت، كيفاش نديروا يعني الحليب غبره، حليب مجفف، كيفاش نديروا العسل يعني فيه، باش ينجحوا لكم لي بتي فور وينجحوا لكم من الخطره الاولى كي ديروهم ان شاء الله. شوفوا كيفاش نلصقوا حبه مع حبه. انا نروح ندوب شوكولا تاعي، نزيد لها مغرفه ولا زوج مغارف تاع زوج ملاعق ولا ملعقه اكل تاع الزيت، ونخلطها مليح باش تجيني فيها لا بغيونس الشوكولا تاعي. ون يعني نواسي الحبيبات تاوعي كامل بشوكولا ونديرهم في الفرميسل. وتشوفوا معايا الطبق واجد ان شاء الله. باش ما نضيعش بزاف الفيديو، يعني هاو جا شويه طويل. حبيت نحذف المقطع تاع شوكولا، يعني ما درته لكمش نتوما ديروه عادي. قلت لكم شوكولا تزيدوا لها شويه زيت فقط، هذا ما كان. يعني تطليوا لي بتي فوق تاوعكم في في الجوانب. يعني شوفوا كيفاش جو ما شاء الله، جو يشهوا. نتمنى الوصفه تعجبكم يعني وتجربوها. دوك نقسم معاكم حبيبه. شوفوا كيفاش تقسم بكل سهوله، يعني راهي تبان باللي طريه. انا هنا درت الحبات كبار، وانتم تحبوا ديروا حبيبات صغار راح تجيكم زاكيه. انا كي درتها لكم اليوم في القناه حبيت نديرهم كبار. شوفوا الحبه درت لكم حبه صغيره. اذا درتوهم بهذا الشكل راح تخرج لكم كميه مليحه، يعني 3 حبات بيض راح يخرج لكم كميه مليحه. ولا درتوهم حبات كبار ما راحش يخرجوا لكم بزاف. كيما نعرفوا لي سابلي يعني يجوا في الكيلو، كيلو تلقاو كيلو بزاف صح. كي تشروه يجوا حبيبات فقط، ما يجوش بزاف في الميزان يعني. نتمنى الفيديو هذا يعجبكم وتجربوهم يعني وتنجحوا فيهم. نقسم معاكم حبة تشوفوها لداخل الطراوة تاعها كيفاش جات لي المزداقية. شوفوا كيفاش جات لداخل، جات ما شاء الله. قلت لكم سختو كيباتو هادو لي بتي فور كيباتو يجوا احسن واحسن. دوك نقسم معاكم حبة تشوفوها، يعني حبيت ما نحذفش الفيديو، حبيت نخليه طويل باش تشوفوه كامل بالخطوات تاوعو والمقادير تاع الوصفة تاعو، يعني يكونوا ناجحين. شوفوا كيفاش. دوك نقسم لكم معاكم حبة. كنت راح نقسم هذيك الحبة صغيرة، بعد قلت لا لا نقسم هذيك الحبة الكبيرة خير تبان خير من حبة صغيرة. شوفوا كيفاش هاني قسمت معاكم الحبة من الداخل. شفتوا كيفاش تقسمت فاسيل مون جاي طري. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. خليكم مع هذه المقتطفات، ما تنساوش جام وبارطاج لكي تعم الفائدة. سلام.